في لحظة معينة وانت بتتفرج على الفيديو ده ممكن تغير بيها كل حاجة، مش لانك سمعت فكرة جديدة لكن قررت تنفذ في 2025. مفيش اسرع ولا اسهل من انك تشتغل على موبايلك وتحوله من جهاز استهلاكي لإدارة ربح ثابت. والطريقة اللي هشاركها معاكم النهاردة مهاش مجرد فكرة، دي الطريقة اللي خلت الآلاف يحققوا دخل شهري ثابت من غير ما يكون عندهم لا خبرة ولا معدات. تعال نرجع خطوة ونسأل نفسنا، هو ليه جميع الناس بيتكلموا عن الربح من الإنترنت وبالأخص اليوتيوب؟ هو ليه أصلا اليوتيوب؟ عايز أقولك لأن المنصة دي يا عزيزي المشاهد بتدفع بالدولار وبتوصل محتواك لأي مكان في العالم، وكل اللي محتاجه هو الموبايل بتاعك والإنترنت. ده والإنترنت وشوية ذكاء علشان تختار المحتوى بتاعك، والأهم إنك تقدر تشتغل وإنت ببيتك لأن الوقت موجود، غير لما يكون في مدير واقف فوق دماغك. وأنا النهاردة جاي أنزل لكم أفكار محتويات بإذن الله، هنزلها لكم لا النهاردة لا بكرة، هقول لكم فيها المحتويات الرائجة لعام 2025، زي القصص، زي حاجات كتير جدا. قصص الرعب، يعني لو بتطمح لقصص الرعب فهي محتوى ممتاز جدا وبفعل الربح. تاني حاجة، ازاي اربح من اليوتيوب او ازاي اربح بالتحديد $1500 من موبايلك. المنصة المستهدفة هتكون اليوتيوب. ازاي تجيب $1500؟ انت محتاج تختار نوع محتوى يكون عليه ريتش عالي ومحتوى بدون الظهور، زي قصص، ملخصات افلام مثلا، او محتوى ذكاء اصطناعي، او محتوى تقني او تعليمي سريع بيحلل مشكلات الناس. وتاني حاجة، استخدم ادوات الذكاء الاصطناعي. زي ايه او انا ليه هستخدمهم؟ عايزك تكتب الاسكريبت بالذكاء الاصطناعي. شات جي بي تي بيديك الاسكريبت جاهز وتحول النص لصوت وتصمم صور، وكل ده هيكون من خلال موبايلك. اشتغل على نظام فيديوهات القصيرة بشبه يومي، فيديوهات شورتس بتخلي القناة بتاعت حضرتك تنمو، تزود المشتركين، المشاهدات. ورابع حاجة، انا عايزك تربط قناتك بشكل عام بجوجل ادسنس وتفعل الربح. ومع الوقت طبعا الفيديوهات القديمة بتاعتك اللي انت حملتها على المنصة هتجيب مشاهدات وتفعل ربح، وانت كل ما عليك هو النوم وانت نايم. طبعا هي هتجيب مشاهدات وتفعل ربح، تمام. طبعا حابب اقول لك انه المشاهدين بيكونوا عاليين جدا خاصة بالليل، تمام. بعيدا عن المعلومة ديت، انا عايز اقول لك انه انت هتستخدم الذكاء الاصطناعي في كل شيء. الذكاء الاصطناعي، لولا الذكاء الاصطناعي انت طبعا هيبقى عليك ضغط ومجهود كبير. هتستخدم الذكاء الاصطناعي زي ما قلت لك بتصميم الصور، هتستخدمه بكتابة الاسكريبتات، بالعنوان، بالوصف، بالصورة المصغرة، بالتعليقات، الرد على الاسئلة. انت ممكن تسأله اسئلة، انت ممكن تجيب الكلام اللي انا بقول لك ده كله جاي من على اسكريبت ذكاء اصطناعي. انا بديله الفكرة وهو يديني الاسكريبت، تمام. فالذكاء الاصطناعي له دور كبير خالص في انشاء محتواك. وطبعا في منا بيعمل محتوى خاص بالذكاء الاصطناعي وبيشرح فيه ادوات الذكاء الاصطناعي. بيسأل الذكاء الاصطناعي يقول له عن ادواته، ايه هي ادواتك، وهو بيبدأ يديله ادواته، وانت كل ما عليك هو شرحها للمتابعين والناس الاخرى. وبعد ما تعرفنا على ايه المحتوى اللي انت ممكن تصممه، زي نكتب العنوان والوصف والاسكريبت، كل شيء تعلمناه، يجي معانا الارقام والناتج. خليني اقول لك الحقيقة، لو قناتك فيها 30 فيديو شغالين كويس، كل فيديو فيهم بيحقق 2 أو 3 دولار يوميا، انت حرفيا ممكن توصل ل $1500 في الشهر من غير ما تزود بمجهودك. وكل اللي انت محتاجه هي البداية والاستمرارية، وبعدين خطوة التنفيذ. عايزك تفتح قناة جديدة وتركز على نيش محدد وتنزل فيديوهات باستمرار، 3 فيديوهات لو في الأسبوع على الأقل مفيش مشكلة. وتالت حاجة، تابع تحليلات القناة وعدل على المحتوى حسب التفاعل مع الجمهور. ورابع حاجة، استخدم الأدوات اللي تساعدك على الإنتاج الأسرع والأذكى. وعايزني أشرح لك الأدوات دي؟ مفيش مشكلة، كل ما عليك هو كتابة كومنت بسيط علشان أشرح لك الأدوات دي كلها إن شاء الله. وفي النهاية عايزك تتذكر إنه 2025 ماهيش سنة التجارب، دي سنة التنفيذ. وعلشان توصل للي انت نفسك فيه لازم تبدأ من النهاردة وتسيب لك أثر، وتشوف الناس وهم بيتفرجوا عن محتواك وتنبهر، مش علشان معاك كاميرا غالية، لا، انت علشان فهمت اللعبة صح. وافتكر دايما إنه أنا موجود هنا رمز الفكرة علشان أساعدك إنك تمشي الطريق
بسهولة وتربح بجدارة. يعني يا صديقي، يعني يا عزيزي المتابع، كل شخص فينا لازم يكون يمتلك مشروع خاص بيه، والفيديو ده معمول علشان يقولك ويدلك على انه السنة دي ضروري اي شخص فينا يمتلك فكرة مشروع، يمتلك مشروع بسيط. المشروع ده يزود في دخله او يساعده عن دخله او يغنيه عن دخله خالص، ودي طبعا حاجة حلوة جدا. انا ممكن مثلا ابني مشروع بسيط، باني رمز الفكرة علشان انها تساعدني في دخلي او تساعدني في اضافة دخلي. بدير مثلا قنوات وليكن علشان برضو احسن من دخلي، بشتغل في شغلانة معينة علشان احسن من دخلي زي كده. فطبعا ضروري اي شخص فينا يعتمد على مصدرين دخل، دي اقل حاجة. انا بقول لك مثلا بتشوف شخص عادي ما بيعرفش في التكنولوجيا، ما بيعرفش في الربح من الانترنت زي كده، يقول لك انا بشتغل حاجتين، بشتغل في مصنعين في مكانين، بشتغل حداد ونجار، بشتغل نجار ومثلا وببلط، بشتغل حداد وببلط وبعمل بالاسمنت وكده علشان ازود دخلي، بيشتغل حاجتين. لا، انت ممكن تشتغل حاجه من دول وتشتغل على الانترنت الحاجه اللي انت تشتغلها تصورها. فضروري يا عزيزي المتابع اي شخص بيكم يمتلك محتوى، يمتلك شيء انه يكسب منه، يمتلك حاجه اضافيه تساعد في محتواه او تساعد عفوا بدخله، يزود بيها دخله. انا كلامي ما هوش غلط، ولو شايف انه الكلام صح ما تنساش الاشتراك في منصة رمز الفكرة، المنصة اللي بتجمع بين الابداع، تطوير الذات، النجاح المالي. شكرا للجميع.